السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ فيديو جديد على قناة يوميات امان السيد. وحشتوني من الفيديو اللي فات. ما تنسونيش يا بنات في الاشتراك واللايك لو محتوية بيعجبكم. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض القرص الفلاحي المبسوسة الطرية. معانا دي نص كوباية مية دافية، هنحط عليها كيس الخميرة اللي هو مقدار معلقة كبيرة، معلقة كبيرة سكر. المية الدافية تكون تلمسيها بصباعك كده تستحمليها، يعني زي فترة العين كده. ندوب كويس قوي السكر مع الخميرة مع المية، ونغطيه حوالي دقيقتين كده 3 لغاية لما يختمر معاك. لو ما عملش فوم مختمر يبقى الخميرة مش كويسة. ده هنا كيلو دقيق، عليه معلقتين كبار، معلقتين ونص كبار لبن بودرة، معلقتين كبار سمسم، ذرة ملح، ربع كوباية سكر. نقلبهم كويس في بعض. دي هنا كوبايه سمنه بلدي سايحه، عليها 3/4 كوبايه زيت، بس يكون نوع الزيت نضيف يعني. وابسهم بقى ببعض، ابس كده الدقيق في الماده الدهنيه السمنه والزيت كده كويس جدا لغايه لما الدقيق يشربه. ده اللي هيدينا الطعم والريحه الخطيره. انا المره دي قلت هعجن معاكم في بوله عاديه بايدي يعني، من غير عجان، عشان اللي ما عندهاش عجان ما توقفش نفسها. المعجنات عامة يا بنات بتدي للبيت طعم وريحة وعمار كده، تحس ان يعني البيت ده فيه خير. هنا كانت الخميرة اختمرت، بصوا ما شاء الله عملت فوم ازاي. لو الخميرة ما عملتش كده معاكي ما تستخدمهاش عشان ما تبوظيش بقية المكونات. تمام. هنا نزلت بكوباية لبن دافي، كنت مدفيه يعني في الميكرويف، تبتدي بقى تعجني. انا الكيلو دي خد معايا في السائل كوبايتين وربع سائل، يعني خدت كوبايه اللبن، وهاخد دلوقتي كوبايه هنزلها برضو بالتدريج حبه بحبه، واخر حبه هاخد ربع كوبايه ميه. تمام. السائل ما تنزليش بيه مره واحده، انزلي بيه واحده واحده واعجني لغايه لما العجينه تتلم معاكي. ممكن وانتي بتلميها تحسي ان هي سايبه، لا اعجني كويس، هتلاقي العجينه لمت وبقت كويسه، عشان ما تضطريش تزودي دقيق. تمام. انا المفروض كنت احط فانيليا باودر، بس انا هحط هنا دلوقتي السايله، بس انا ما لقيتش عندي الفانيليا الباودر فحطيت نقطتين فانيليا خام. بصراحه الفانيليا بتخلي ريحه القرص والمعجنات دي خطيره جدا. بصوا هنا دي ربع كوبايه يعني كنت ماليه كوبايه انزل بيها بالتدريج، لقيت هي خدت الربع كوبايه الميه دي وخلاص العجينه بقت كويسه معايا، يا دوب بس عايزه تتعجن عجنه كويسه. هنا زي ما انتم شايفين انا بعجن واحده واحده. انت عايزه تطلعيها خالص وتعجنيها على البورد بتاعتك، تعجنيها في صينيه قدامك زي ما انت عايزه. بصوا زي ما انتم شايفين كده، تعجني بقى، خدي وقت بقى، عارفه تطلعي بقى عصبيتك بقى من العيال بقى وكده، طلعيها بقى في العجين. ودي كنت بوريكم ان العجينه عملت عرق وناعمه وجميله، بس مش بتلزق، يعني طريه جدا بس مش بتلزق. هنا كانت اللهم بارك اللهم بارك اختمرت. هنا ده كان انا سيبني بيسلم عليكم، كان عايز يعمل معايا القرص، قال لي يا ماما اجي اعملها معاكي واسلم على اصحابك. تمام. هنا كنت بوريكم ازاي تقرصوها. صلى على النبي يا بنات عليه افضل الصلاه والسلام. ربنا يا رب يبارك لنا في حياتنا وبيتنا، ويحسن ما بين ايدينا جميعا وفي اولادنا جميعا يا رب. انا كنت بوريكم ازاي بتقرصيها يعني تدوريها كده كويس ما بين ايديكي، تاخد شكل الكرة المناسب، ما تبقاش مشققه ولا حاجه، وبتحطيها في الصاج وتبططيها تبطيطه، يعني مش قوي، ما تفردهاش قوي انها تبقى رفيعه قوي ولا تخينه، يعني سمك يكون متوسط زي ما انتم شايفين قدامكم كده. وانا ضعنا الصاج برشه زيت، عشان بس ما نوعيه الصاجات اللي عندي دي مش يعني اللي هي الخامه اسمها ميلوتون او حاجه كده، مش الومنيوم. لو الومنيوم مش هدهنها، كده كده العجينه فيها السمنه بتاعتها الكفايه. تمام. زي ما انتم شايفين كده برضو الحجم، انتوا هتلاقوني في الاخر بوريكم ان انا عامله كبير وعامله صغير. في حبه انا محمره وشهم كويس تحت شوايه، ان جوزي بيحب وش القرص محمر شويه، يعني التسويه ديت، التحمير الوش ده حسب ما انت عايزاه، والحجم كمان حسب ما انت عايزاه. انا كنت عامله حبه كبار وحبه صغيرين. تمام. زي ما انتم شايفين كده، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، كانت تحفه. والكيلو دي عمل معايا 33 قرصه، ما شاء الله اللهم بارك. حاجه يعني كويسه وخير في البيت، جنب كوبايه شاي الصبح، جعانه بالليل في العشاء، ولادك جعانين تديهم زي سناك كده بدل البسكوت والحاجات ديت. جوزك جعان يلاقي اي حاجه ياكلها قبل ما تخلصي اللي وراكي، تبقى هي خير في البيت صراحه. هنا ديت انا كنت بالشوكه، بصوا شايفين ازاي انا بنغزها ازاي، ده بيديها شكله كمان، بيحافظ انها ما تنتفخش او ما ترتفعش قوي يعني في الفرن، فتبقى زي الكايزر، والتسويه بتاعتها تبقى كويسه.
تمام. زي ما انتوا شايفين كده انس كان بيسلم عليكم بيقول لكم احنا هنغطيها وتختمر ربع ساعه كمان او 10 دقايق. هنا دوت هدين وشها، ديت كانت القشطه بتاعت وش اللبن عليها ذرتين فانيليا كده، وبدهن الوش بيها وبالراحه وايدي خفيفه عشان اختمار العجينه ما يروحش. زي ما انتوا شايفين كده يا بنات. صلوا على النبي يا بنات عليه افضل الصلاه والسلام. واحده واحده كده وتدخليها على درجه حراره 200. القرص ما بتخشش على درجه حراره قليله، ويكون الفرن سخن من الاول. في الرف اللي في النص بتشغلي فوق وتحت، لو عندك فوق وتحت بيشتغلوا، لا اما تحت وبعد كده تشغلي الشوايه. لو عندك مروحه شغليها. كنت بوريكم كانت لسه طالعه خطيره مبسوسه كده وجميله من بره ومن جوه طريه. لما بتخرج بتغطي وشها برده شويه عشان الرطوبه بتاعت السخونيه بتاعت العجين تحافظ على الرطوبه بتاعتها. هنا كنت بوريكم ان بصوا شويه متحمرين وشويه لا، يعني التسويه دي زي ما انت عايزه، والاحجام مختلفه. قلت لكم ان هي ما شاء الله طلعت معايا 33 قرصه، وكانت هوريكم بصوا طريه وجميله. دي كانت اكبر حجم انا عملته، بصوا طريه ازاي وهشه من جوه مفرغه، وكانت تحفه 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 وخطيره. ما تنسونيش يا بنات في الاشتراك واللايك والشير. اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله على خير. مع السلامه.